دينا عبر النهار رياضة مع هذه اللقطة. سأصمت مع هذه اللقطة اللي باينة واللي معبرة بالنسبة لجمهور النادي الأهلي، اللي بالتأكيد النهاردة باللون الأسود وباللون الأبيض على شهيد الحرية المهندس محمد مصطفى، وبالتأكيد في تضامن من الجهاز الفني للنادي الأهلي ولاعبي النادي الأهلي. فأنا لن أقول سوى عليك رحمة الله يا باشمهندس محمد، وفي الجنة إن شاء الله، وجعلك الله في منزلة الشهداء وأسكنك فسيح جناته وصبر أهلك. شكرا للزميل العزيز الكابتن سامر صقر، وشكرا للكابتن خالد بيومي، وشكرا للكابتن عبد العزيز عبد الشافي. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، بلال أحمد علام بحييكم في مباراة نادي مصر المقصة والنادي الأهلي. وقدامنا لقطة مانويل جوزيه دا سيلفا المدير الفني بالنسبة للنادي الأهلي، اللي بيرتدي الزي الأبيض وعليه صورة محمد مصطفى شهيد الحرية في جمهور النادي الأهلي، ومعاه الجهاز الفني بأكمله. في مباراة بالتأكيد هتكون احتفالية للجمهور انفاذ النادي الأهلي في مباراة اليوم على مصر المقصة. مصر المقصة بيستعد للمباراة والأهلي بيستعد للمباراة، وأجواء الحزن موجودة في مدرجات النادي الأهلي ولجمهور الألتراس أهلاوي اللي حاضر من أجل التعبير عن رأيه كما عودنا دائما ألتراس النادي الأهلي. الأهلي النهاردة هيلعب بطريقته وبتشكيلته، نفس الكلام بالنسبة لمصر المقصة اللي عنده غياب لاثنين من أهم اللعيبة اللي عنده، أحمد عبد الرؤوف والكابتن أيمن عبد العزيز. حوار هنا ما بين لاعبي النادي الأهلي اللي نازلين على أرض الملعب ولاعبي نادي مصر المقصة في استعداد لبدء المباراة اللي هتقام في ختام الأسبوع التاسع من مسابقة الدوري المصري، دوري فودافون 2011-2012. وبالروح بالدم نفديك يا شهيد. سامعين الهتاف من جمهور النادي الأهلي والألتراس أهلاوي. قدامنا اهو أيمن عبد العزيز كابتن فريق نادي مصر المقصة والغايب عن مباراة النهاردة، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.